السلام عليكم البنات، كيف بقيتو؟ لاباس مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم انا جبت لكم هذا لوريال اكسيلون نتاع سباقه الشعر. بغيت ننصح البنات صراحه يجربوها لانها زوينه بزاف، ما كتنشفش الشعر و ميم طو انها كتعطيه واحد اللمعان اللي زوين بزاف، وتقدر ديرها اي وحده، تقدر ديرها اي وحده لشعرها زعما. انا اختاريت، انا كنستعمل هذه ديال بني فاتح، الرقم 5. هانتوما كما تشوفوا رقم 5 الصراحه كتعطي واحد اللون ناتوريل، كتحسي بانه بحال الشعر ديالك كما كتشوفوا معايا، زوينه بزاف. وكان هي الصراحه راه احسن من، واخا هي الثمن ديالها شويه طالع، انا خديتها بشي 65 درهم. ولكن في مرجان وفي مثلا في متاجر الكبرى كتكون حتى واصله 100 درهم. انا خديتها غير عند صاحب المواد الجميل، كيكون شويه رخيص. وبالنسبه بالنسبه للثمن ديالها بالنسبه راه مزيانه، لان هي احسن من واحد الصبغات واحد اخرين كيكونوا رخاصين، ولكن راه كيخرجوا على الشعر، اما كينشفوه اما كيحرقوه اما كيعطيوه واحد اللون ماشي هو هذاك. المهم انني كنصحكم هذه لانها عن تجربه. بغيت غير نشارك معكم نشوفوا شنو كيجي معاها. نتوما البنات كما كتشوفوا هذه هي الصبغه، هانتوما ها هي كتجي هكا، راها كتحل من هنايا وكتركب لها داك، ولا كتحل راها من هنايا هانتوما، وكتركب لها واحد المشط وراها متقوبه من هنا. لا بغيتوا انكم راها متقوبه من هنا، لا بغيتوا انكم تستعملوها هكا. هي كيفاش انها كتحضر، كتاخذوا بحال هذا كريم الصبغه، كتزيدوا عليها، كتحلوا هكا انتم البنات، وكتزيدوا هنايا. غنوريكم مزيان كيفاش كتزيدوا هنايا الصبغه وصافي، وكتخلطوا مزيان، كتخلطوا هكا مزيان 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 وكتستعملوها. وراه كيجي معاها واحد المشط، هانتوما تشوفوا معايا. انا جبت لكم واحد المشط راه كيجي معاها. هذا اللي ممكن انكم تصبغوا به، تدير بحال المشطه، كتركبوه هنايا هانتوما، كتركبوه هنايا هكا بحال هاد الطريقه صافي، وكتبقاو تستعملوا هذه هكا، كيجي بحال هاد الطريقه هذه وكتستعملوه. انا حيدتها دابا باش نوريكم شنو كاين. كما كتشوفوا، وكيجي معها حتى هذا سميتو هذا الشامبوان البنات ديالها. راه الصبغات الاخرين ما كيعطيوش الشامبوان، ولكن هنايا كيعطيو هذا الشامبوان هذا، لانها لما درتيش هذا الشامبوان هذا راه ما تحيد لك الصبغه من الشعر. وصراحه فيه واحد الريحه زوينه بزاف، رائع. هانتوما كيعطيو معاها لي غون، عندكم تنساو البنات لي غون ضروري. وكيعطيو معاها، كيجيو معاها هنايا هاد ديميلو هذا كديريه من بعد ما من بعد ما كتغسلي الشعر ديالك كتخليه واحد 10 دقائق، كديريه كماسك مغذي وكتخليه واحد 10 دقائق في الشعر ديالك، وكتولي تغسلي. صراحه زوين بزاف، ولكن ما ديروهش كل البنات، قسموه على شي 3 المراحل، راه زوين بزاف صراحه. وفي واحد الريحه واعره البنات، راه ما كيكونش اكثريه كيتباع بوحدو، راه كيتباع مع ضروري مع الصبغه، فيه واحد الريحه واحد الترطيبه رائعه. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما كي كتجي هكاك الصبغه هكا كي كتجي. وبالنسبه بالنسبه لطريقه الاستعمال، راه كتكون هنايا في الداخل. وانا نوريكم نقول لكم كيفاش انني كنستعملها. انا كندير الصبغه ديالي لمده نص ساعه، كنديرها في شعري. قبل ما كندير الصبغه كندهن الجبهه ديالي بشويه ديال الزيت او اي كريم عندكم، ولا حتى شي جيل عادي كدهنوا به الجبهه ديال الشعر ديالكم.
وجهه الودينات باش ما كتصبغ لكمش تما، وكتقسموا الشعر ديالكم على 4 وكتبقاو تصبغوا. موراها كتبقاو تصبغوا شويه خاصله بخصله، وكتخليوها لمده نص ساعه، واللي عنده الشيب يخليها لمده ساعه الا ربع باش داك اللي عنده الشيب باش كتخرج مزيان، وراها كتبقى مده طويله. اعتذر. قلت لكم البنات راها كتبقى مده طويله في الشعر، لمده تقريبا شي 3 شهور هكا، حتى كاين اللي كتبقى له حتى 6 شهور. صراحه زوينه بزاف، وكنتمنى تجربوها. هذا هو المعايير. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا اللون كحل، ما نصحهمش انهم يديروا اللون كحل من الدقه الاولى، لان لا درتي اللون الاسود تبقاي ديري ديما اللون الاسود. وما كيبغيش البنات يتحيد، لان كتقبط في الشعر بزاف. من الاحسن ديروا شي لون واحد اخر ماغون، واللي بغات اللون الاسود ديروا خفيف، ما ديروش من الدقه الاولى. دير مثلا داك 5 6 رقم 5 6 احسن في اللون الاسود، احسن من تمشي دير 1 ولا 2 تمشي تخرج على شعرها في اللون الاسود بزاف. كما كتشوفوا صراحه زوينه بزاف، وكنتمنى تجربوها وكنتمنى تجربوها. المهم انا هادو هما النصائح اللي نقدر ننصحكم بها، لان بزاف البنات كيقولوا لي بارطاجي معنا اللون اللي كديري لشعرك، وبغيت نبارطاجي معكم. هذه هي القدر اللي نعطي المعلومات اللي انا نقدر نعطي. والبنات اللي عندهم الشيب في الاول الشعر، من الاحسن يبداو في الجهه ديال الجبهه، والجهه ديال الشعر في الوسط. الشعر ديال الوسط يصبغوا الجذور، وموراها عاد يصبغوا التحتاني، فهمتي؟ باش لا ما بقات لهمش في حاله الصباغه ولا هذا، بيبدا يكونوا يصبغوا الاول كتر. جهه الراس هو الاول احسن من التحتاني، لان التحتاني ما كيكونش فيه الشيب بزاف. وهادو هما المعلومات اللي نقدر نقدم لكم. وصراحه راها زوينه، وكنتمنى تجربوها البنات اعجابكم. ولا كان عندكم شي اسئله ولا شي حاجه ممكن انني نجاوبكم عليها. بالنسبه للبنات اللون 5 راه اللون بني راه زوين بزاف. اللون 5 واللون 6 صراحه راه زوين بزاف. حتى هو 6 كيجي ناتوريل بزاف، 5 كيجي شي شويه انها مصبوغ، ولكن راه كتعطي واحد اللمعان، وتعطي واحد اللمعان صراحه رائع. وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم البنات. واللي عنده شي اسئله يقولها لي في لي كومونتير، وانا نجاوبكم عليها بكل فرح. وشكرا على المشاهده.